اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جون مشترك. النهارده مفيش مقدمه لان في فضيحه بكل المقاييس. الاهلي بيخسر 5-0 من سان داونز في ماتش، والله العظيم لو انا اللي بمرن الفرقه دي ما اخسر بالشكل ده. الله يرحم ايامك كماني ولا جوزيه. اكبر هزيمه افريقيه في تاريخ الاهلي، ما ينفعش فعلا اللي كان بيحصل في الماتش ده. بس علشان نقدر نفكر كده سوا مع بعض، هو ايه اللي حصل؟ يعني ازاي الاهلي يخسر بالنتيجه دي في مباراه بالمنظر ده؟ اول مشكله كانت سبب خساره النادي الاهلي هي ان النادي الاهلي ذات نفسه ما حضرش المباراه دي بشكل كويس. الجهاز الفني كامل ما حدش اتفرج على فريق سان داونز، ما حدش متوقع كان هيلعب ازاي. ودي كانت حاجه بالنسبه لي قمه في الكوميديا. لا كابتن سيد عبد الحفيظ، لا كابتن محمد يوسف، لا كابتن مارتن لازارتي، لا كابتن سامي قمصان، مفيش اي حد فيهم اتفرج الفرقه دي بتلعب ازاي. انا شخصيا بقالي سنتين ما اتفرجتش على الفريق ده، بس انا كنت متاكد وعارف الطريقه اللي هيلعب بيها. اولا هم مجموعه لعيبه صغيرين في السن وقصيرين وبيجروا بسرعه جدا، وبيستغلوا كل المساحات في الكور المرتده، وده اللي حصل بالظبط في الماتش من غير ما اتفرج. يعني من غير ما اتفرج انت عارف الموضوع هيمشي ازاي. ودي كانت تقريبا 25% من المشكله في البدايه، ان محدش عارف الفرقه دي بتلعب ازاي، وبنى الفريق كله او بنى الجهاز الفني كله الخطه بتاعته بشكل خاطئ نتيجه قله التحضير. النقطة الثانية والمهمة في سبب خسارة الأهلي هو المدرب ذات نفسه، المدرب والخطة اللي بدأ بيها. يعني تعالى كده نتكلم إن الراجل طلع بعد المباراة أصلا قال لك حاجة بسيطة قوي، قال لك والله دي مباراة كرة قدم وإحنا حضرنا بشكل جيد، ولكن ده اللي حصل. لا يا حبيبي، أنت ما حضرتش. لو أنت حضرت ودي كانت نتيجة تحضيرك فدي مصيبة، ولو أنت ما حضرتش فأنا شايف إن المصيبة أهون شوية، وممكن تلعب على قصة إن كنا متضايقين ومزنوقين وما عندناش وقت ومسافرين والكلام الحلو اللي أنت بتعمله ده. لكن الخطة اللي أنت لعبت بيها النهاردة إنك تلعب 4-3-3 وأنت رايح تلعب سان داونز على أرضه واللي بيلعب بسرعات وسايب خط ظهرك مفتوح كده، فده معناه ان انت ما حضرتش وما تعرفش اي حاجه عن الفريق ده ولا تعرف اي حاجه عن المدرب ده. ان انت تبدا اصلا تلعب 4-3-3 وتلعب بالسوليه كانه ديفند ميدفيلدر واثنين سنتر ميدفيلدر، فتحي وكريم وليد نيدفيد، اللي انا مش عارف برضو احنا شايفين اللعيب ده لعيب كويس ازاي. انا شخصيا مش شايفه كده. مستواه اتطور واتحسن، ولكن هو لعيب بالنسبه لي سيء جدا. ازاي اصلا الاثنين دول يلعبوا سنتر ميدفيلدر وتلعب عمرو السوليه اللي هو ده دوره اساسا تلعبه ديفند ميدفيلد؟ انا شايف ان انت كنت المفروض احسن من كده انك تلعب فتحي مكان السوليه، ده المنطق يعني وده العقل. كمان زياده على كده انت بتلعب سان داونز وبتلعبه على ارضه. مانويل جوزيه لو كان موجود مكانك عارف كان هيلعب ازاي؟ كان هيلعب 4-1 زي ما انت لعبت، بس ما كانش هيلعب بأجاي على الشمال، كان هيلعب برمضان صبحي على الشمال، وكان هيلعب بالشحات على اليمين، علشان الاثنين دول بيقدروا دفاعيا ان هم يلموا ورا، وكان هيمنع تماما تقدم سواء علي معلول او سواء محمد هاني. ما ينفعش اصلا ان الاثنين دولت كانوا يتقدموا. كان لازم تلعب المباراه ده بشكل دفاعي. جمهور الاهلي كان بينتقدك وكان بيقول لك انت بتلعب بشكل دفاعي، بس انا شخصيا بقول لك انا لو كنت مكانك كنت هلعب المباراه ده بشكل دفاعي. ان انا اخرج من المباراه ديت ب1-0 او اخرج بالمباراه ديت تعادل 0-0 او تعادل ايجابي او حتى خسران 1-0 او كسبان 1-0، ده بالنسبه لي هو ده اللي مطلوب من الماتش. بس سيادتك عملت ايه؟ ولا حاجه. الشوط الثاني التغيير بتاعك كان تغيير متاخر جدا في الدقيقه 70. انا عارف ان انت كنت خايف من اصابه اي لعيب من اللعيبه بتاعتك، بس الماتش كان خلاص. انت بتهاجم فين؟ انت خسران 3 وخسران 4، بتهاجم عشان تجيب جون فين؟ الموضوع انتهى حضرتك من الماتش اساسا. من الشوط الاولاني الماتش خلص، انت خسران 2-0 وفتحت لهم بالتغيير بتاع ناصر ماهر ده شوارع اكتر واكتر، والفرقه نفسيا اتهزم. فكان لازم من وجهه نظري ان سيادتك تعمل تغيير خططي جوه الملعب، تخلي الفرقه بتاعتك تقول للاعيبتك اقفلوا الملعب، استلموا الكوره على الارض، بصوا الكوره على الارض، ما تهجموش. الاهم حاجه سان داونز ما ياخدش الكوره، اهم حاجه تفضل الكوره في رجلك. والله وصلت للجون ربنا وفقك تمام، ما وصلتش للجون خلاص، بس الكوره ما تطلعش من رجلك، ما تخسرش الكوره باي شكل من الاشكال. ودي كانت اكبر نقطه يعني وحشه جدا في الماتش. مارتن لاسارتي ادارته كانت سيئه جدا للمباراه. النقطة الرابعة هي اللعيبة ذات نفسها وتمركزها جوه الملعب. تمركز اللعيبة في كل الكور العرضية او كل الكور الثابتة أسوأ مما تتخيل، بالذات الدفاع. مفيش حد عنده فكرة اساسا مين المفروض يمسك مين، ولا مين المفروض يمسك ايه ولا يعمل ايه. محدش عارف حاجة، محدش خد تعليمات. غير كده كمان ان انت حتى كلعيبة شخصية اللعيبة في الملعب شخصية سيئة جدا، شخصية سلبية جدا، شخصية منتهية اصلا. حتى يعني لو انت شايف ان الماتش خلاص راح والدنيا انتهت، لم نفسك، لم لعيبتك يا احمد يا فتحي اللي هو المفروض كابتن الفرقة، لم اللعيبة حواليك، باصوا كرة على الارض، خلي الكرة معاكم، ما تسيبوش الكرة للمنافس، لازم تفضل الكرة في رجلينا. لم لعيبتك حواليك، خلي اللعيبة ديت تفهم ان احنا خلاص خسرنا الماتش، بس لازم النتيجة ما تزيدش عن كده. الكلام ده من ساعة اصلا ما دخل فيك الجون الثاني. انتوا عملتوا ايه؟
ولا اي حاجه. كل المحاولات محاولات فرديه. رمضان صبحي بيجري وبينتع، عندك مروان محسن بيجري وبينتع، والباقي كله نايم في البطيخ، وكل واحد عمال يقول له يا عم امسك ده، يا عم امسك ده. ده مش فريق، دي مش شخصيه فريق عايز ياخد بطوله، دي شخصيه فريق هواه زي ما وائل جمعه قال. النقطه الخامسه والاخيره في الموضوع هو الجمهور. هيطلع واحد يطيف يقول لك اصل الاجهاد ما يخسركش خمسه. هيطلع واحد تاني يقول لك اصل الارضيه سيئه. وانا عرفت النهارده جنوب افريقيا ما خدتش تنظيم افريقيا ليه. بس من الاخر برضو الارضيه ما تخسركش خمسه. هيطلع واحد تاني ويتكلم على ان فكره يعني السحر، لازم الفريق ده ممكن يكون عامل سحر. برضو السحر على فكره ما يخسركش خمسه. لو انت هتبص برضو لتدوير اللعيبه، تدوير اللعيبه على فكره جوه الملعب او يعني جوه البطوله او بره البطوله برضو ما يخسركش خمسه. لو انت هتبص على الاداره، الاداره كانت سيئه من البدايه وتاخرت جدا في بناء الفريق وجابت مدرب في وقت صعب وحطته في موقف صعب، بس برضو كل ده ما يخسركش خمسه. فبعد اذنكم استرجلوا شويه في الملعب لو انتوا عايزين تكملوا في البطوله دي، وانا شايف اصلا ان الكلام في البطوله دي انتهى اساسا. هيطلع واحد تاني بقى ويسألني هو في أمل؟ طب إيه الحل؟ بص من الآخر، لازم كده الجهاز الفني ولازم الإدارة يتفقوا إن هم يفتحوا التتش للجمهور. لازم الجمهور يخش التتش يآزر الفريق. لازم الفريق يلعب في القاهرة ويلعب في مكان قريب ويفتحوا عدد جمهور كبير 70 80 ألف علشان يقدر الفريق يعني حتى يطلع من المباراة دي شكله محترم. مش هقول يكسب 5-6 بس يطلع شكله محترم. طب في امل انك تكسب 5، في امل انك تكسب 6؟ اقول لك ده بنسبة 1%. الامل 1%. ان انت يبقى عندك مجموعة لعيبة ان هي تكسب في الشوط الاولاني 5 وتقدر تجيب السادس في الشوط الثاني، فبتهيألي ان نوعية لعيبة الاهلي اللي موجودة دلوقتي ما تقدرش تعمل انجاز عبقري بالشكل ده. او في الناحية الثانية انك تبقى عندك فريق زي فريق برشلونة يقعد صامد لمدة 60 دقيقة كسبان 1 أو 2، وفي الاخر 30 دقيقه او اخر 20 دقيقه يجيب 4-5 تجوان. برضو ما اعتقدش ان النادي الاهلي عنده فريق زي ما يكون فريق برشلونه يقدر يعني. في فرصه قائمه، في فرصه قائمه، بس استغلالها انت هتستغلها ازاي ده موضوع نسبي بقى، وانتوا ورجولتكم من الاخر. ملخص القصه ان مارتن لاسارتي الجهاز الفني اللي معاه ما حضرش للمباراه دي باي شكل من الاشكال، ولو حد قال لك ان هم حضروا فبيضحك عليه، ولو هم اصلا حضروا ودي كانت نتيجه التحضير فدي مصيبه. الحاجه الثانيه مارتن لاسارتي اختياره التشكيل كان سيء جدا، وده برده بيتحمل معاه جزء كبير جدا من الجهاز الفني. انت كان معاك مدرب موجود جوه الجهاز الفني ده، كابتن محمد يوسف، خد بطوله افريقيا دي قبل كده والدوري كان موقوف. الراجل ده عمل ايه؟ حضر ازاي؟ فهم الراجل ده ازاي؟ الراجل ده ما عندوش خبره في المباريات بتاعه افريقيا، كان لازم حد يسنده وده ما حصلش. الحاجه الثانيه ادارته للمباراه ذات نفسها بقى في التغييرات وتعديل الموضوع كانت اداره سيئه جدا 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 من مارتن لاسارتي، وبالتالي الجهاز الفني لازم كله يتعاقب. اللعيبه ما كانتش ملتزمه باي حاجه من التعليمات اللي اتقالت لها، رغم ان انا شايف ان التعليمات كانت تعليمات كوميديه من وجهه نظري. اللعيبه ما كانتش رجاله، اللعيبه ما كانتش خايفه على النادي الاهلي، اللعيبه ما كانش عندها كل اللي تقدر تعمله علشان تقدر توصل النادي دوت ان هو حتى ما يخسرش اكتر من 2. يعني ما عرفوش حتى اللعيبه دي ما يخلوش النادي يخسر اكتر من 2. فاللعيبه لازم كمان تتعاقب. فرصتك ايه؟ 1% ان انت تحصل المعجزه تكسب بيها المباراه اللي جايه دي 6-0. ازاي؟ ما تسألني. طبعا لو عايز تعرف بقى ازاي تكسب في افريقيا فالموضوع بسيط جدا، في مجموعه حلقات انا عملتها قبل كده تقدر تتفرج عليها كامله. لو انت عايز تعرف ازاي برضو الاهلي ممكن يكسب في افريقيا تابعنا في الحلقات اللي جايه. تقدر تشترك على القناه، بعد اذنك اشترك على قناه اليوتيوب، دور علينا على الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر، احنا موجودين في كل مكان. تابعنا هناك ونشوفكم الحلقه الجايه. بس كده، بس كده، هو ده. حسبي الله ونعم الوكيل.